لو جبنا اصلا الكره من البدايه في كسل كبير جدا لاليو ديانج، مش في الكره دي بس، ده اكتر من موقف. في الضغط يعني ولا في ايه؟ في الضغط، بمجرد ما بيتضرب في نص الملعب بياخد خطوتين وبعد كده يقف. هو عنده مشكله دلوقتي ان هو اصبح معتمد ان مروان عطيه هو اللي بيقوم بكل الادوار الدفاعيه، فانا دوري الدفاعي كاليو ديانج زي ما كان بيحصل قبل كده ان هو كان بيلعب 6، لا ما بقاش يحصل. هو دلوقتي بيلعب 8، فبقى بيكسل دفاعيا شويه. فلما تيجي تراجع الكره دي هتلاقيه هو في البدايه اتضرب من ناحيه اليمين من عند محمد هاني وما كملش مع الراجل. لما الراجل عدى وراح وعمل الاوفرلاب والدبل باس وكمل، هو افتكر ان الراجل ده بتاعه، فراح مكمل معاه. لما الراجل دخل لجوه على العدله بتاعته، هو كان اصلا تمركزه ما كانش سليم وكان جاي بسرعه شويه، فعمل الخطا ضربه جزاء. لكن هي ضربه جزاء سليمه، لكن كان فيها توفيق كبير جدا والحمد لله يعني ان هي ما دخلتش، كان غيرت شكل الشوط الثاني، غير الدنيا بشكل كبير. واظن ان ضربه الجزاء دي ضياعها اثر على فريق الرجاء معنويا بشكل واضح.